بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وعد الشاكرين بالمزيد وتوعد الجاحدين لنعمه بالعذاب الشديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا الذي كان في أحواله حامدا وشاكرا عبده ورسوله. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمسلمات، خلقنا الله في أحسن تقويم، وأنعم علينا بنعمه ظاهرة وباطنة، ولو جلس الواحد منا يعد هذه النعم ما استطاع أن يحيط بها. ما من حركة نتحركها إلا ولله علينا فيها نعم كثيرة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فيا أيها الأحبة، بين الله لنا تعالى في القرآن الكريم فضل الشكر في مواطن كثيرة، فوصف أنبياءه الكرام عليهم الصلاة والسلام بهذه الصفة الجليلة. فقال عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة خالصا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وقال عن سيدنا نوح عليه السلام في سورة الإسراء: إنه كان عبدا شكورا. ونبينا سليمان بن داود عليه السلام لما كثرت عليه نعم الله ابتهل إلى ربه قائلا: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال الله تعالى أيضا عن سيدنا سليمان عليه السلام في سورة النمل: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقد أمر الله سبحانه نبيه موسى عليه السلام بالشكر، فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورمت قدماه من طول الصلاة والخيام. ولما سئل لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وعد الشاكرين بالمزيد وتوعد الجاهدين لنعمه بالعذاب الشديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا الذي كان في أحواله حامدا وشاكرا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن شكر الله على نعمه هو القيام بطاعته، أن تفعلوا ما أمركم الله به وتتركوا ما نهاكم عنه، سواء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان، كما قال الله تعالى في سورة سبع: اعملوا آل داود شكرا. قال العلامة عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمه الله: الشكر هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها وصرفها في مرضاة الله تعالى، وكفر النعمة ضد ذلك. قال ابن العثيمين: الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. الشكر بالقلب أن يعتقد الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل. والشكر باللسان أن يتحدث الإنسان بنعمته لا افتخارا بل شكرا. قال الله تعالى في سورة الضحى: وأما بنعمة ربك فحدث. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الشكر قلة أهله في العالمين تدل على أنهم هم خواصه، كقول الله سبحانه وتعالى في سورة سبع: وقليل من عبادي الشكور. وقال أيضا: الشكر مبني على 5 قواعد: أولا خضوع الشاكر للمشكور، ثانيا حبه له،
ثالثا اعترافه بنعمته. رابعا الثناء عليه بها. خامسا أن لا يستعملها فيما يكره. فهذه الخمسة هي أساس الشكر، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. وقال أيضا في الفرق بين الشاكر والشكور: الشاكر الذي يشكر على العطاء، الشكور الذي يشكر على البلاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى: إنه كان عبدا شكورا. قيل إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. عباد الله، إن الله